طيب بالمقابل شو قدم الجيش السوري لهالمناورات؟ هذا السؤال الأعمق والأهم واللي قد تغفل عنه الكثير من التحليلات الإعلامية الغربية. ما الذي قدمه الجيش السوري لتركيا ولقوات الناتو المشاركة في هذه المناورات؟ هنا تكمن المفارقة. الجيش السوري لم يأتي إلى أفس 2026 كطالب علم مبتدئ، إجوا خلفه خبرة قتالية فريدة لا تملكها أي دولة مشاركة أخرى، بما فيها تركيا نفسها وكثير من دول الناتو اللي خضعوا لتحديات شبيهة باللي واجهها الجيش السوري لما كان بحالة فصائلية، وهن هدوك الدول ما حققوا فيها النصر بينما حققه الجيش السوري. تذكروا الجيش السوري اليوم هو جيش نشأ من رحم فصائل الثورة السورية. هاي الفصائل قاتلت لمدة 14 عام في واحدة من أعنف الحروب الحديثة، واجهت جيش نظامي جيش الأسد بكل ما يملك من دبابات وطائرات ومدفعية، قوى بمستوى الدولة روسيا بقصفها الجوي وقاذفاتها البحرية والفيتو السياسي ونخبتها القتالية الميدانية كسبيتسناز، عشرات الميليشيات إيرانية وعراقية وأفغانية وباكستانية، تنظيم الدولة اللي يعتبر من أعنف الخصوم اللي بمستوى ما دون الدولة. ومن كل هذا خرج الجيش السوري منتصر. هاي الخبرة لا تقدر بثمن، وهي بالضبط ما يمكن أن يقدمه الجيش السوري لحلفائه الأتراك ولقوات الناتو في هالمناورات. ومن أبرز الخبرات اللي ممكن يقدمها الجيش السوري هي: واحد، خبرة في حرب المدن. الجيش السوري خاض معارك ضاري في مدن كبرى مثل إدلب وحلب ودرعا ودير الزور تحت قصف جوي ومدفعي مكثف. تكتيكات الاقتحام والتطويق والتعامل مع الأنفاق والمقاومة في البيئة الحضرية هي من صميم خبرته. اثنين، خبرة في مواجهة المسيرات والطائرات المسلحة. الميليشيات الإيرانية والجيش الروسي استخدموا المسيرات الهجومية بكثافة. الجيش السوري طور تكتيكات لمواجهتها وابتكر بالهندسة العكسية مسيرات ذات فاعلية قوية استخدمها ضد هالخصوم. ثلاثة، خبرة في حرب الاستنزاف والقتال الطويل. القدرة على التحمل تحت الحصار ونقص الإمدادات والإرهاق القتالي لأكثر من عقد، وخاصة أمام خصوم متنوعين في الخلفيات ولكنهم متوحدين في الجبهة ضدك. هي المهارة والخبرة النفسية لا تعلم في الأكاديميات بل تكتسب في ساحات الحرب الحقيقية. أربعة، خبرة في التعامل مع خلايا نائمة وعمليات أمنية داخلية. بعد تحرير المدن واجه الجيش السوري تحديات أمنية معقدة في تفكيك خلايا تنظيم الدولة وفلول النظام البائد، وهو ما يندرج ضمن عمليات مكافحة التمرد واللي طبقها بكفاءة مع وزارة الداخلية والاستخبارات العامة. خمسة، المناهج التدريبية الهجينة اللي طورها الجيش السوري من أيام الأكاديمية العسكرية في إدلب، بحيث تساعد على بناء عقائد قتالية متنوعة وبتساعد على صناعة قابلية عملياتية وتكتيكية عالية للجنود وقادة مسارح العمليات. هي المعرفة هي ما تبحث عنه الدول الكبرى اللي تخوض حروب غير تقليدية اليوم، مثل حرب الناتو على الإرهاب أو مواجهة الميليشيات الإيرانية في الشرق الأوسط. الجيش السوري ليس متدرب، وإنما هنا هو شريك في نقل هذه الخبرة.